بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. دلوقتي حبايبي انا صحيت من النوم مش عارفه اعمل اكل ايه، فاخترعت الاكله دي الحرشه اللي مش هيختلف عليها اتنين، اللي هتبقى معاكي احلى من اللحمه. جبت بتنجان زي ما انتوا شايفين كده، وجبت تونه، وجبت بطاطس، وجبت بصل اخضر وفول وطحينه زي ما انتوا شايفين. اكله بقى هتخليكي تاكلي 20 رغيف من غير ما تحسي. هنعملوها بطريقه سهله وان شاء الله هتعجبكم وهتدعولي. دلوقتي انا عايزه اعمل التونه. طيب التونه اصلا انا بجيبها الواحده ب35، فانا لو حطيتها كده في الطبق مش هتكفي فرد واحد. فانا بعمل لها سلطه منها تكتر الكميه، منها تخلي طعمها روعه. عندي قرنين فلفل سبايسي بارد زي ما انت عايزه بتقطعيهم، ماشي. بتكتري الفلفل زي ما انت عايزه برضو. بصلايه حلوه كده، انا ما كانش عندي طماطم بحط عليها كمان طماطم. جربوا بس الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. بتقطعي البصل تبصي شرايح زي ما انت شايفه كده، بمكعبات صغيره يعني عشان ايه ما يبقاش شكلها مش حلو. والفلفل. وبتيجي او بصي السلطه اهي، وبتيجي ضايفه بقى علبه التونه عليها. بتكتر الكميه وبتخليها طعمها ايه، جميل يعني. بنبهر التونه بايه بقى، بليمون، ليمونه حلوه كده، وشويه كمون وشويه فلفل اسمر، او شويه كمون وشويه كزبره المتاحه عندك، وشويه زيت وشويه ملح، وبتقلبي بقى بتبقى عندك احلى تونه ممكن تاكليها. انا عندي كزبره على كمون حطيتهم، والملح بتاعها والزيت والليمون، وتقلبي بقى بتبقى طعمها روعه باذن الله. جربوها بطريقتي هتعجبكم. ماشي. بنقلبها كده. خلصنا من التونه كده، اول طبق معانا خلص. هنعمله بقى الفول بتاعنا. الفول بتاعنا فيه تركايه برضو ممكن تعمليها قبل ما تقولي يا او تقولي مش حلو، جربيها بس. بتجيبي طبق الكيس الفول ده ب5 جنيه، جبته برضو. بعمله برضو خلطه، بصوا، بليمون وخل وكمون وفلفل اسمر. او مش عايزه فلفل تحطي فلفل اسمر، تحطي كمون وكزبره وشويه زيت، ماشي، وحته تومه نيه. جربيها بس بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك، بتبقى في منتهى الروعه. هنا بشيل بذر الليمون، ماشي. يبقى كمون، كزبره، فلفل، ممكن تقطعي عليه فلفل، تحطي حته تومه نيه، ليمونه، شويه خل، ماشي. لو عندك سمنه بلدي ممكن تحطي، ما عندكيش حطي زيت. زي انا هنا بحط الملح وحطيت الكمون. وما تنسيش حته التومه دي هتخليها في منتهى الجمال، والكزبره والكمون مع بعض برضو بيخليه حلو. بصي سنه الخل دي بتخليها روعه احلى من اللي بتشتريه من العربيه. وزودي بس حته التومه دي واهمكيه كويس وجربيه، وقولوا رايكم في التعليقات. جربوا كل ما هو جديد. ماشي. دي تاني طبق. تالت طبق معانا العيال بتحب الطحينه. جبت بصوا ب5 جنيه طحينه زي ما انتوا شايفين كده. بعمل معاكم زي ما اكون بعمل مع اخواتي حبايبي في البيت. طبعا بهرت الطحينه. حطيت حته تومه، شويه ملح، شويه كمون، عصره ليمونه، ليمونه حلوه، شويه زيت. وبدات انزل بالتدريج مره واحده. ما تنسوش الملح. بتنزلي بقى لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. كنت منزلها قبل كده فيديو، عامله لها ريلز، ممكن ترجعوا للصفحه لو حابين تشوفوا الطريقه كامله يعني. بفضل بص ازيد ميه بالتدريج كده لحد ما اوصل للقوام المطلوب. ده بقى جبنه للزغلول الكبير. انا ما عنديش غير البتنجانين دول، بحبهم بيحرشوا الاكل. بتنضفيهم كده وبتغسليهم وبتفتحهم من بطنهم، وبتحط لهم الخلطه اللي جنبهم. الخلطه اللي جنبهم عباره عن ايه، بتحشي بقى بطن البتنجانه بس بعد ما تطلع من الزيت عشان ما يتحرقش في الزيت. كمون على حته توم على فلفل اخضر او سبايسي، وبتحشي البتنجان بعد ما يطلع من الزيت. هنا بقى انا المفروض المقطع ده كان في النص بس اتلخبطت يعني فيه. بتجيب البطاطس طبعا، بتقطعيها صوابع كده، هتحطيها في ميه قبل ما تحضري حاجتك عشان ما تسمرش، تبقى كل حاجه جاهزه ومعاكي. سريع. اكله جميله ومفيده، خلي بالك داخل فيها خضار كتير وحرشه، تحسي ان انت تاكلي كده اكله حرشه كده تشبعي منها، احلى من اللحمه والله. انا بالنسبه لي دي احلى من اللحمه. هنا برضو للكينج بتاعنا في البصل الاخضر طبعا ما لا غنى عنه. بتنضفيه زي ما انت شايفه كده، بتنضفيه وترصيه وتحطيه جنب الاكل، وهتبقى معاكي غدوه جميله مش مكلفه. برضو مفيش حاجه مش مكلفه، بس على قد الايد يعني. ويطلع معاكي الغدوه الجميله دي. بتنجان محشي، وبصي زي ما انت شايفه شكله جميل ازاي، والفول معمول بطريقتنا، والبطاطس والتونه، واحلى اكل هتعملها. لو عجبتكم لايك وشير، ما تنسوش تدعوا لي باللايك. سلام عليكم.